دايما بستغرب ناس كتير كل يوم بتصحى تحس انها مش في مكانها، حاسه انها مش مبسوطه، بتعيد نفس اليوم بنسخه تانية، شغل ما فيهوش معنى، حاله ماديه مش مستقره، مكان مش مقدرها، وتفضل تشتكي وتستنى. طب انت مستني ايه؟ حد يجي ياخدك من ايدك؟ الظروف تتحسن؟ ولا المعجزه اللي عمرك ما قريت انها بتحصل في الحقيقه انها تحصل لك؟ فخليني اقول لك ان العالم مش هيقف لك، والدنيا مش هتتعدل لوحدها، والفرص عمرها ما هتخبط من نفسها على بابك. العالم واسع والفرص كتير حواليك، في منح، في شغل، في دراسة جديدة، في بلاد كتير ممكن تلاقي فرصة ليك فيها. مش شرط تبقى أذكى حد، بس لازم تكون بتسعى فعلا لحياة تليق بيك، لمكان يقدرك، لفرصة تبني فيها نفسك من جديد. بس السؤال اللي لازم تسأله لنفسك، انت واقف مكانك ليه؟ اسأل نفسك، انا عايز افضل كده كمان سنة؟ طب كمان 5 سنين؟ ولا عايز انقذ اللي باقي من عمري؟ كل حاجة هتبدأ لما تقرر تاخد خطوة. مكان مش مقدرك ما تفضلش فيه، مكان حاسس انه بيستهلكك امشي منه. مش لازم تضيع وقت اكتر، ولو فضلت تستنى اللحظة المثالية عمرك ما هتتحرك من مكانك، لان اللحظة الصح هي اللحظة اللي هتقوم فيها دلوقتي. فخد الخطوة وسافر، شوف العالم حواليك، واختار لنفسك حياة افضل انت تستحقها. يمكن انت لسه مش في المكان الصح.